ازاي تفتح بيزنس ناجح في رمضان؟ اول هام لازم البيزنس ده يكون ليه علاقه بالاكل. طب اشمعنى الاكل يا صاحب المال والاعمال؟ انا اقول لك ببساطه، الناس ما بتبطلش اكل بس كده، ولازم يكون سحور مش فطار. الغشيم بس هو اللي يفطر الناس في رمضان. انت عارف انت بتعدي كام مطعم حواليك فاتحين من 10 و20 سنه؟ هتقول لي طب افتح محل حلواني يعني في رمضان؟ اقول لك طبعا لا، تبقاش غشيم، ده انت كده اغشم من اخوك اللي عايز يفتح مطعم في رمضان. تقول لي طب فين الحل يا صاحب المال والاعمال؟ اقول لك الحل في السحور. السحور بالظبط كانك بتقلي بيضتين للناس معاك، انت بتعشي الناس معاك. قصدي يعني انت مش هتحتاج راس مال كبير، والقرض بتاعك يعني يوم ما يكبر هيبقى طبق بيض وعجينه طعميه زياده وحته جبنه لو انت راجل فييس. تاني هم بقى علشان تفتح بيزنس في رمضان وينجح، انه يكون اسمه في ريحه السمنه البلدي. يعني البيزنس بتاعك لازم يعبر عن البساطة ويكون فيه ريحة الزمن الجميل. فلازم يكون اسمك لقمة القاضي، قدرة، نص رغيف. واديني في البساطة بقى يا صاحب المال. لازم القعدة تكون بسيطة قوي، مفيش رفاهيات. يعني جو الترابيزات والشوك والمعالق والكلام ده كله هيفتح علينا فتحة ملهاش لازمة. يعني طالما فيها شوك ومعالق ما كنا نفطر الناس. بص، احنا عايزين الزبون ما يقفش علينا بخسارة بشكل عام يعني، ولا يقعد علينا بخسارة برضه. شغل دماغك. احنا هنعمل قعده مصليه، يعني الزبون هيجي بالمصليه بتاعته زي صلاه العيد وهو مروح يطبقها ويمشي. ودي الحاجه الجديده اللي بنقدمها مع البساطه علشان الناس ما تملش منك. وبكده لا انا كصاحب المال والاعمال زودت السعر ولا خسرت، ونطلع كلنا منها كسبانين. ودي تاني نظريه من نظريات الماركتنج، وينز بلاي ستيشن. وبمناسبه البلاي ستيشن لازم تجيب بلاي ستيشن في المكان، واكيد مش هتشتريه وانت هتتحمل تكلفته. كنا نفطر الناس، انت هتستلفه من واحد صاحبك او من اخوك. ولو مفيش اتلكك بالبساطه يا سيدي، دومنه، شطرنج، طاوله، سلم وتعبان. هتيجي وتسالني طب وتكلفه الاكل يا صاحب المال والاعمال هنعمل فيها ايه؟ اقول لك ربنا ما يجيب تكاليف. فين التكاليف دي؟ احنا هنقدم للناس فول وطعميه بس شامل الخدمه والضريبه بس. يعني عندك ب 75 جنيه طعميه و90 فول، والباقي توتال يعني لما تحسب ده على 1500 جنيه بس. رابع حاجه بقى اهم من البيزنس، موقع البيزنس. يعني تفتح في صحراء، جنب صحراء، في حته مقطوعه بشكل عام، او مثلا ممكن تدور على حته ما فيهاش شبكه عشان تكون انت الخدمه الوحيده المتاحه للزباين. الساعه 1-2 الفجر، في الوقت ده انت بالنسبه للزبون امله الوحيد في الحياه. ازازه ميه عاديه لما تخرج من ثلاجتك ب 150 جنيه في الوقت ده، تفتكر الزبون هيقدر يفاصل معاك؟ اكيد لا، علشان ما فيش بديل وما فيش وقت، فيا يدفع النهارده يا يعطش بكره. النقطه الاهم والاخيره، اضرب شيك كبير وصوره ونزله على الانترنت واكتب فوق اتسحرنا ب 20000 جنيه يا جماعه، الاسعار ولعت. كل النوفو ريتش دول هتلاقيهم عندك في السحور تاني يوم. دي ماركتنج بلان اسمها زوبعه في فنجان. انت كده بتجذب الاغنياء الجدد ان هم يجوا عندك، علشان هم طول الوقت محتاجين علامه تشاور على ان هم اغنياء قوي، غناء فاحش، افحش حاجه. فليه ما تكونش انت العلامه دي؟ قول لي ليه. نسيت اقول لك بقى حاجه معلش، لما البيزنس بتاعك ينجح والشهر الكريم يخلص هنعمل بودكاست عنه ونسميه مدد يا صاحب المال والاعمال، ونتكلم بقى عن الرياده والماركتنج والسعي والاجتهاد والنجاحات وكيف تنجح وكل الكلام الجميل ده. وشويه شويه بقى نطلع في تيدكس ونقول جمل رنانه من اللي هي محدش بيفهمها، زي لما تفكر تسبق ما تسبقش غير نفسك، ساعتها تبقى سابق بكتير. ولو محدش اشترى مننا هنفتح البيزنس الرمضاني بتاعنا زي ما احنا، ما جراش حاجه عادي.